السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة فسر حلمك مع سندريلا. أهلا بيكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وراحة بال. النهاردة هنتكلم على رؤية القهوة في المنام. القهوة في المنام مبشرة وخير ورزق قادم إليك. القهوة من الرموز الحلوة. القهوة من الرموز الحلوة والجميلة في الرؤى. يعني لو شفت حد أعطاك قهوة فده يرمز إلى إقبالك على أمر فيه خير لك ورزق أو مناسبة سعيدة قادمة إليك. أما القهوة اللي فيها وش أبيض خير ورزق طيب، وبتكون رمز جميل في الرؤى. وطبعا لو القهوة سادة لها تفسير، ولو سكر زيادة لا تفسير، على حسب سياق المنام. والحاجة الغير محمودة في القهوة هي دلق القهوة. لو اتدلقت القهوة يعني دلق القهوة رمز غير محمود في الرؤى. أما رؤية الشاي في المنام، الشاي بيدل على الاستقرار والراحة والهدوء بعد القلق. أما رؤية النسكافيه فهو خير ورزق قادم إليك لو كان جاهز. والنسكافيه بيرمز على إقبالك على أمر أو مناسبة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش يا حبايب الاشتراك واللايك.